سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة. هنشرح درس الزوايا والأقواس الموجودة في الدائرة دي. مثلا دائرة زي ما انتم شايفين، وده مركز الدائرة. لو أنا طلعت من المركز زاوية، فالزاوية دي اسمها زاوية مركزية. اسمها زاوية إيه؟ مركزية. الزاوية المركزية ديت زي ما انتم شايفين يعني قابلها قوس. شايفين القوس اللي قابلها ده كده؟ ده قوس. الزاوية دي لو 50 يبقى القوس ده 50. الزاوية لو 90 يبقى القوس 90. يعني قياس القوس هو نفسه قياس الزاوية الايه؟ المركزية. ده يعتبر موضوعنا عن فيديو النهاردة، وتعالوا بينا نبدأ شرح الدرس. الدرس بيقول لك قياس الزاوية المركزية. الزاوية المركزية في دائرة هي زاوية يقع رأسها في المركز، زي ما قلنا ان هي تكون طالعة منين؟ من مركز الدائرة، وضلعها نصف قطرين في الدائرة، بين نص قطر ونص ايه؟ قطر. ما علينا. بيقول لك ان مجموع الزاوية المركزية في الدائرة كام؟ 360. يعني الزاوية اللي حوالين بعض دول كلك مجموعهم 360. طب هنستفاد من 360 ازاي؟ في المثال ده. تعالوا بقى نشوف ازاي نجيب قيمة الاكس في الدائرة دي. كل اللي عليك عشان تجيب الزاوية المركزية انك هتجمع دولت وتطرحهم من 360 فتحصل على قيمة الاكس. او ممكن تقول ايه؟ 360 ناقص 130 زائد طبعا المربع ده زاوية قايمة بكام؟ ب90. هتجيب الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب 360 ناقص وتفتح قوس 130 زائد 90. طلعت 140. يبقى خلاص قيمة الإكس دي بكام؟ 140. يبقى قياس الزاوية المركزية ديت 140، وكمان قياس القوس بتاعها دوت 140. قياس القوس. طيب هنا بيقولك أوجد قيمة إكس. نفس الفكرة، هتقول 360 ناقص 145 اللي هي الزاوية ديت زائد 165 تطلع لك بالآلة الحاسبة. نفس الفكرة هنا، 360 ناقص 85 زائد 40 زائد 90 على طول تحصل على قيمة الإيه؟ قيمة الإكس. أنت كده حلت المسألة، ودي مسألة سهلة بتيجي في الامتحان كتير. طيب قياس الزوايا أو الأقواس، نفس اللي أنا قلت لك من شوية إن قياس الزاوية هو نفس قياس القوس. دي بعض المعلومات البسيطة. بيقول لك إن الدايرة لو أنت عندك قوس صغير بيكون في قوس في ظهر الزاوية، يكون القوس ده القوس الإيه؟ الكبير. قوس أصغر وقوس أكبر، يعني ده التعريفين دول. طيب هنا برضو تعريف تاني بيقول لك إن نص الدايرة 180. نص الدايرة بيبقى فيه زاوية مستقيمة طبعا بيكون 180. دي معلومة برضو معلومة مهمة. هنا عايزك تجيب قياس القوس جي اتش. جي اتش. طيب بما ان ديت الزاوية المركزية 122، يبقى اذا قياس القوس برضو 122. طيب وده طبعا قوس اصغر يعني. طيب هنا عايزك تجيب قياس القوس جي ال اتش. جي ال اتش يعني عايزك تجيب منين بقى؟ بص كده معايا. عايزك تجيب من اول جي ال لحد الاتش، كل القوس ده. فانت المفروض تجيب الزاوية ديت والزاوية دي. نص الدايرة ده انا عارفه بكام زي ما قلنا من شوية؟ 180. يبقى كده يبقى في 180 زائد المفروض نجيب الزاوية اللي عليها علامة صح دي. هجيبها ازاي؟ كنا بنقول الترم اللي فات ان الخط الواحد ب180. طيب هتطرح 180 ناقص 122. 180 ناقص 122 طلعت 58. يبقى ديت بتمانية وكام؟ 50. يبقى خلاص، يبقى دي 58 ودي 180. يبقى قياس القوس اللي هو عايزه نجمع بقى دول 8 وصفر 8، 5 و8 13، يبقى 238. وده قوس أكبر. ده قوس إيه؟ أكبر. تمام. بدأت الأمور توضح شوية. بالنسبة للمثال ده عايز قياس القوس ام كيو. ام كيو. طيب هو أنا شايف نص دايرة هنا اهوت، هتطرح 180 ناقص 115. أنا بطرح معاك بعض الأفكار عشان تتدرب عليها، تطلع معاك على طول. دي ممكن نجيبها برضو 180 ناقص 115 طلعت 65، عشان ممكن نحتاج الزاوية دي بعدين. هنا عايز قياس القوس ام ان بي. ام ان بي 100
وتمانين لأنه ماسك نص دايرة، يبقى 180. قياس القوس ام ان كيو، ام ان كيو كل ده، دي طبعا 90 ودي 90 ودي 115، يبقى 90 زائد 90 زائد 115 أو 180 زائد المية وكام وخمستاشر، 180 زائد 115 يبقى 295، يبقى 295. يبقى انت عشان تجيب الأقواس تجمع الزاوية بتاعتها. طيب قياس الزوايا والأقواس زي ما قلنا إن قياس القوس هو نفس قياس الزاوية المركزية. معلومة على السريع بالنسبة للمئوية، تعرف الزاوية كام؟ بتضرب في 360. يعني هو عايز قياس القوس سي دي، فين السي دي؟ هنا. بتضرب 18% في 360 بتطلع الزاوية بتاعتك على طول، بس اكتبها بالشكل ده كده، 18% في 360 تطلع بالشكل ده 64.8، يبقى قياس القوس ده 64.8 درجة. قياس القوس بي سي نفس الفكرة بقى، برضو زيه، ما هو بي سي نفس السي دي 18% برضو، هيطلع برضو 64.8. قياس القوس اي اف، فين الاي اف؟ 14%، تضرب 14% في 360 تطلع الزاوية، طلعت 50.4، يبقى الزاوية دي 50.4 درجة، وهكذا. ده بالنسبة لو جات لك نسبة مئوية بتضرب في كام؟ تضرب في 360. طيب مسلمة جمع الأقواس، طبعا دي مسلمة تافهة مش محتاجة شرح. بيقول لك إن القوس اللي هو اكس زد من الاكس للزد ده عبارة عن القوس اكس واي والقوس واي زد. طبيعي يكون نفس الفكرة كده، يعني مش محتاجة شرح. قياس الزوايا والأقواس هو عايزك تجيب القوس AD. طيب ما انت عندك 90 و63، يبقى 90 زائد 63، مش محتاجة، هي نفس الأفكار. قياس القوس ADB، تجمع كل الزوايا دي. طيب ازاي اجيب ديت؟ ماشي، لو تلاحظ ان التلاتة دولت مجموعهم كام؟ 180، فهتطرح 180 ناقص 63 زائد 90 عشان تحصل على الزاوية على الزاوية ده. طيب نجيبها برضو، نحل المثال ده عشان لو في حد عايز يأكد معلوماته. نقول 180 ناقص 90 زائد 63. بس لازم الأقواس، لو انت عملتش أقواس يبقى الإجابة غلط، لازم الأقواس مهمة جدا يا شباب. طلعت 27، طلعت دي 27. طب ازاي تحصل على دي بقى؟ ممكن اجيبها تقابل بالرأس، تبقى 63. هو عايز بقى من ال A لحد ال B تجمع كل الزوايا دول، هتجمع 63 وهتجمع 90 وال27 و63، تجمعهم بالآلة الحاسبة هتطلع القوس اللي هو طالبه منك. نيجي بقى للجزء التاني من الدرس وهو طول القوس. طب احنا كنا بنشرح كل اللي احنا شرحناه ده كان اسمه قياس القوس، وقياس القوس هو نفس قياس الزاوية المركزية، نفس الزاوية المركزية، ما كانش محتاج شرح كتير. طول القوس بقى بيجي بقانون، طول القوس بيجي بقانون. طب القانون بتاع طول القوس بيقول عبارة عن قياس القوس على 360 في محيط الدائرة. قياس القوس على 360 في محيط الدائرة، ده القانون. ال بيساوي الاكس اللي هي قياس القوس على 360 في 2 باي ار، 2 باي ار ده اللي هو محيط الدائرة. هو ده القانون بتاعنا، هو ده نفس القانون. نكتبه القانون التاني برضو، ال اللي هو طول القوس بيساوي الاكس اللي هو قياس القوس على 360 في 2 باي ار. تبدأ بقى تحول كل شيء إلى أرقام. الإكس عندك كام؟ اللي هي قياس القوس 75 قسمة 360 تضربها في 2 تضربها في 3 و14 اللي هي الباي، تضربها في الآر اللي هي كام؟ اللي هي 4. ار اللي هي نص القطر يا شباب، واللي هي 4
تضرب كل دول بالآلة الحاسبة بتاعتك. تعمل كسر 75، تنزل تحت 360، تيجي هنا في 2 في 3 و14 في 4 تضغط يساوي، حولها يبقى 5 و23 جزء من 100، يبقى 5 و23 جزء من 100. يبقى معنى كده في فرق بين قياس القوس وطول القوس. طبعا في فرق. قياس القوس اللي هو نفس الزاوية، خلاص ده سهل اللي احنا كنا بنحله من شوية، ولكن طول القوس بقى بيجي من خلال القانون ده. تمام، ده الجزء التاني من الدرس. هنا برضو طالب منك طول القوس زد واي، زد واي. طيب طول القوس اللي هو ال بيساوي الاكس اللي هو قياس القوس على 360 في 2 باي ار اللي هو محيط الدايرة، يعني 2 باي ار اللي هو محيط الدايرة الدرس اللي فات. الاكس عندي كام؟ اللي هي الزاوية 130 وعلى 360 في 2 في الباي 3 و14 في الار اللي هي كام؟ القطر كله 10 يبقى الار 5 بس، الار نص القطر كله 10 يبقى نص القطر 5، واعملهم بالآلة الحاسبة تطلع معاك طول القوس. طيب كده انا شرحت جميع افكار الدرس، لو حابب تكمل كمل، يعني ديت ايه امثلة نحل، لو انت ما فهمتش الدرس نحل مثالين كمان ولا حاجة. اوجد طول القوس اي بي. طيب طول القوس ال بيساوي الاكس على 360 في 2 باي ار. الاكس 45 على 360 في 2 في 3 و14 في الار اللي هي 3. آلة حاسبة وتحل المسألة. هنا برضه طالب طول القوس AB يبقى 80 على 360 في 2 باي ار في 2 في 3 و14 في الار اللي هي نص ال14 7. طب ليه ما كتبش 14؟ لأن 14 ده القطر كله وانت محتاج نص القطر بس. تحلها بالآلة الحاسبة. نفس الفكرة هنا 120 على 360 في 2 في 3 و14 في الار 8. آلتك الحاسبة يطلع معاك الإجابة. ده كان شرحي لدرس قياس الزوايا والأقواس. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.